السلام عليكم مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة، وهذه أبرز العناوين اليوم. إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي تثير قلق بعد مباراة قوية أمام بايرن ميونخ. أول تصريح لمدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بخصوص حالة حكيمي. قرار مهم من الناخب الوطني محمد الوهبي يخص محترفي الدوري الهولندي. تراجع مستوى عز الدين أناحي يثير الجدل في إسبانيا، وغموض يحيط بغياب عبد اللطيف نصير عن مباراة الوداد والكوكب المراكشي. والآن لندخل في التفاصيل. بداية من فرنسا، حيث كشفت صحيفة ليكيب أن الدولي المغربي أشرف حكيمي اضطر لإكمال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ رغم تعرضه للإصابة. الإصابة التي جاءت في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد تدخل قوي، حيث سقط حكيمي ممسكا بفخذه الأيمن وسط علامات واضحة للألم. ورغم تدخل الطاقم الطبي، إلا أن استنفاد الفريق لجميع التبديلات أجبر اللاعب على مواصلة المباراة. ولتفادي أي خلل دفاعي، تم توظيف حكيمي في مركز هجومي بشكل مؤقت، وأكمل اللقاء حتى النهاية رغم معاناته. هذه الإصابة تثير قلقا كبيرا داخل النادي، خاصة مع اقتراب مباراة الإياب الحاسمة. وفي أول تعليق له، تحدث المدرب لويس إنريكي عن حالة حكيمي، مؤكدا أن الإصابة قد تكون مجرد تشنجات عضلية. وقال إنريكي: هذا أمر طبيعي في مثل هذه المباراة القوية، ونأمل ألا تكون الإصابة خطيرة. كما أضاف أنه سيتم تقييم الحالة بشكل دقيق في اليوم الموالي. بالانتقال إلى أخبار المنتخب الوطني، فقد اتخذ الناخب الوطني محمد وهبي قرارا خاصا بلاعبي الدوري الهولندي، حيث طلب منهم الالتحاق مبكرا بمركز محمد السادس مباشرة بعد نهاية الموسم في هولندا، وذلك من أجل الحفاظ على جاهزيتهم البدنية قبل انطلاق التحضيرات الرسمية لكأس العالم. القرار يشمل مجموعة من الأسماء أبرزها إسماعيل الصباري وآخرون. في إسبانيا، سلطت صحيفة موندي ديبورتيفو الضوء على وضعية اللاعب عز الدين أناحي، مشيرة إلى تراجع مستواه في الفترة الأخيرة. ورغم موهبته الكبيرة، إلا أن أداءه لم يكن في المستوى المطلوب، خاصة في المباريات الأخيرة. كما أكدت الصحيفة أن أفضل مستوياته الأناحي تظهر أمام الفرق الكبيرة، وهذا هو ما يطرح التساؤلات حول استمراريته. أخيرا، أثار غياب عبد اللطيف النصيري عن مباراة الوداد الرياضي أمام الكوكب المراكشي الكثير من التساؤلات رغم انضمامه مؤخرا للطاقم التقني، إلا أنه لم يظهر خلال المباراة، ما خلق حالة من الغموض حول دوره داخل الفريق. جماهير الوداد تنتظر توضيحا من إدارة النادي بخصوص هذه الوضعية. وفي الختام، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.